اي حاجه ناقصه. لا بس انا عملت انفيتيشن و ايوه نهى زهره ديفولت خلاص. احنا كده we are live المفروض on Facebook. جوت ات. اوكي يس. اوكي خيرا خيرا. كيف حالك يا ياسو؟ اهلا يا نوي. ايه الاخبار؟ عامله ايه؟ الحمد لله كله تمام الحمد لله، مبسوطه اني معاكي. انا دايما مبسوطه اني معاكي، يعني ده بحس كده ان هو فضل من ربنا والله، ان انا في اي حاجه رايحه جايه بيني وبينك ده دايما بيبقى كده شعوري شعور الشخصي. متبادل، شعور متبادل والله يا نهى، بجد شعور متبادل. ماذا اعددتي لنا في جعبتك النهارده؟ هتقولي لنا ايه؟ هتقولي لنا ايه عشان انا استفيد قبل اي حد؟ آم، والله افتكرت مقولة كده، كان في حد كان بيكلمني عنها زمان، كان بيقول لك انه ايه 85% من الناس في العالم لا يدرون ما يحدث. يعني ناس مش عارفة هو ايه اللي بيحصل في العالم، مين بيعمل ايه، مين بيسوي ايه، مين الوحش مين الحلو. وقال لك و10% يشاهدون ما يحدث، يتفرجوا. وقال لك 5% يصنعون ما يحدث. مم. ف ومن هنا جت فكرة البروجرام بتاعنا ملهمون. انا وانتي كده لما حطينا ايدينا في ايد بعض قلنا احنا عايزين نساعد الناس اللي حاسة ان هي عايزة تقدم حاجة تبقى من 5% دول، واحنا ندعمهم لعل ان احنا كده ايه نتشعبط ونبقى من الناس يعني اللي ده يعني كانوا ليهم يعني سبق في ان احنا ندعم الناس اللي هي ليها اثر وليها كلمة وليها حاجة توصلها وسط كل الدوشة اللي بتحصل دي، وسط كل الحاجات اللي دايما بنشوفها بتترك اثر سلبي في القلوب، اثر سلبي في القلوب. نفسنا نطلع اصوات الناس وندعمهم، اللي عندهم قلب حلو قوي قوي وعايزين دعم بس عشان نوصل صوتهم للالافات والملايين. وايدي في ايدك كده ونوصل الناس دي للالافات والملايين لعلهم يتركوا الاثر ويصنعون ما يحدث باذن الله. بإذن الله. لما فكرت ليه، يعني لما فكرت النهارده هنتكلم في ايه عن فكرة البروجرام بتاعنا. ليه تحديدا بنتكلم عن المحتوى او اول مثلا مرحلة في البروجرام؟ عشان دايما بشوف ان المحتوى الهادف او المحتوى اللي انا عايزة اوصل فكرتي للي محتاجها. آه، كل ما كان المحتوى يعني متعلماه صح وعارفة أوصله بشكل صحيح، كل ما كان هو ده بالنسبة لي الملك. يعني بشوفه إن هو ده الأساس، الكور، الماستر كي اللي بيفتح كل حاجة. الماستر كي اللي بيخليني أعرف أوصل علمي للحد اللي هو محتاجه بالشكل اللي يخليه يستفيد بيه. أعرف أسيب الايه الورث. يعني انا بشوف ان ايه ان الميراث او الحاجه اللي احنا بنورثها مفيش اتقل ولا احسن ولا انفع من العلم اللي ممكن يتساب بعد عمر طويل وبنيه من القلب، بنيه ترك اثر ومنفعه للناس. ف بما اني انا وانتي ياسمين في المجتمع ده بقالنا سنين، فبنشوف ناس كتير عندها علم وعندها تجارب وعندها، بس ممكن تكون جزئية توصيل المحتوى بالشكل المؤثر يمكن شفناها هي دي يمكن الحلقة المفقودة عند كتير من الناس، اللي هو بيبقى صعبان عليا عايزة أقول بس لو الجزئية دي تظبط، ده في استفادة رهيبة هتوصل لعدد كبير من الناس، واحنا في أمس الحاجة لده. فرأيك ايه؟ وكمان حتة استغلال النعمة. ربنا أنعم عليكي وعليا إنه يعني بقى لينا ناس بتثق فينا، فلو ما وهبناش النعمة دي لناس تانية يقدروا بالبلدي كده يستنفعوا بيها أو ينفعوا الناس أو يوصلوا للناس اللي يعني وثقوا فينا، يبقى احنا كده مش بنستغل النعمة دي بشكل صحيح. فده من نوع يعني نوع من أنواع شكر النعمة،
ان احنا الناس اللي وثقت فينا وعملت لنا فولو او يعني بتسمعنا، ان احنا بنديهم هديه كده، ان احنا بنقول لهم انه لا، ده في ناس تانية احنا بنهديهم ليكم. الناس دي ليها كلمه وليها صوت، لعلها تؤثر فيكم شخصيا وتؤثر في بقيه البشر يعني. وما تعرفيش، لعل اللي يطلع بيقول حاجه ده فعلا يبقى هي دي زي ما انت قلتي كده الحاجه اللي تاخد بايدينا كده وتقول انتوا عملتوا حاجه حلوه في دنيتكم دي. ف إيه، يا سلام، يا ريت والله، يا ريت يا ريت يا ريت. جالي تساؤل كده برضو ان هو ليه نهى وياسمين. كنت دايما بقول للناس في مواضع عدة يعني، ان اللي ليه صاحب يقول له الجزئية الخطوة اللي انت محتاجها، next step ايه، ده عنده كنز كبير قوي. فاحنا يعني تصورنا كده بندعي ان احنا هنكون الصحاب، ياسمين ونهى، اللي ايه هيقولوا لكم بشكل frankly speaking كده، اللي هو ايه، احنا محتاجين نخطي الخطوة دي في الاتجاه. سيبك من اللعب اللي انت بتلعبيه في الحتة دي حتى لو كان مفيد، بس انت عشان تأثري الوقت والمسافة، بما اننا مشينا يمكن لو هو الموضوع محتاج مثلا 100 خطوة، فبندعي ان احنا سابقينك مثلا، قولي مثلا بتاع 20 30 خطوة مثلا. ف... فاحنا بنقول لك ايه، حطي رجلك هنا بأمان في الاتجاه ده، فوفري وقت وتعب وفلوس ومجهود وركزي في الحتة دي، فهتبقى هتأثر عليكي كتير وهتوفر عليكي كتير وهتسرع من أدائك بشكل كبير. فيمكن حبينا في تجهيزنا للبروجرام ان احنا نحط خبرتنا المتواضعة البسيطة خلال السنين اللي فاتت، اللي احنا هنديها في شكل كبسولات كده مركزة للناس اللي عايزة تعمل محتوى مؤثر ملهم وتوصله لكل شخص محتاجه. عندك حق يا نوهي، وان الموضوع مش مجرد ان حد يبقى ليه شعبيه وخلاص، او حد صحيح. بيعرف يتكلم وخلاص. الموضوع ليه علم يدرس يعني. يعني انا صحيح. اول انا فاكره كنت بخبط يمين وشمال وما كنتش فاهمه، وزي ما انت قلتي ضيعت وقت ومجهود كتير قوي، والواحد يحبط احيانا اللي هو ايه ده، طب الفيديو ما عملش شير كويس قوي، او مثلا او ما عرفتش اوصل للناس، او ما عرفتش اقول الحاجه اللي انا عايزه اقولها بطريقه سلسه، او انا ليه ما وصلتش لعدد معين. فاتاري الموضوع لا، في ناس دارسه الكلام ده، فاحنا كمان هنستعين بالناس اللي دارسه الكلام ده. عشان كده احنا قلنا ان الموضوع مش موضوع بس شعبيه وانك تقول كلمتين وخلاص لايف. لا، احنا هنعدي بثمان مراحل، وكل مرحلة هنتدرب فيها على مهارة معينة. المهارة دي هتقل وجودك في السوشيال ميديا، هتسمع صوتك للناس بطريقة فيها تأثير عالي جدا وقوي. فأنا بشوف إن ده يعني هنمشي في الخطوات بطريقة منهجية. وأنا كان نفسي إن حد كان ياخد بإيدي زمان ويعمل كده معايا، يمكن يكون أثر عليا حاجات كتيرة، بس يعني قدر الله ما شاء فعل. ف وعشان كمان اعتقد ان الكيمستري الحمد لله يا رب، والحب اللي ما بيننا هيعمل بيئة حلوة للناس اللي مشتركين معانا، ان هم فعلا يحسوا لا، احنا بجد نفسنا الاصوات دي بجد توصل للناس، ويبقى هي دي الكلمة الطيبة اللي لما بتتزرع بتطلع نبات وبتطلع ثمار. لعل ان شاء الله احنا بندور على البذره دي يا جماعه، يلا مين فيكم هيبقى البذره اللي هنحاول نرعاها على قد ما نقدر، نحط الميه ونحط الغذاء ونحط الهواء ونحط الاكسجين ونحط كله الشمس عشان تطلع وتجيب ثمار باذن الله، وتفيد المجتمع وتفيد البشريه. احنا ايدينا في ايديكم، بندعمكم في برنامج ملهمون. ايه رايك في تحفة. أنا نفسي أنا يعني عندي إلهامات كتيرة كده للبرنامج ده. أم، وأول حاجة جت في دماغي دلوقتي، أنت عايشها ولا عارفها؟ كان تساؤل نط في دماغي، اللي هو الناس اللي دايما بتدرس بشكل متخصص وبتستثمر فبيقول ايه، انا ايه اللي موقفني؟ لان طبعا نسبة كبيرة جدا منهم، أكتر من 80%، بقوا مش عارفين يوصلوا صوتهم للناس، وهم واخدين بالأسباب وعاملين استثمار محترم في نفسهم بشكل كبير، لكن مش عارفين ايه اللي موقفني. كنت دايما بقول لهم يعني طبعا في كذا حاجة تبقى موقفاهم، واللي احنا هنتكلم عليها باستفاضة في البروجرام، عشان كده البروجرام طويل
وكأنها حاجة رمزية لأن النجاح والتأثير مش بضغطة زر زي ما بيقولوا. it takes time، تاخد يس. وقت كتير. بس لو هقول ايه، طب ما تدينا كده شورت كات، ادينا كده مم. حاجة في السريع. كنت دايما بقول لهم انت عايشاها ولا عارفاها؟ في فرق مم. شاسع شاسع ما بين المعلومة اللي بتتقال اللي انت عشتيها، طحنتي فيها واتوجعتي منها وقعدتي اترميتي كده على جنب بسببها، ورحتي دورتي على العلم الصح اللي خاطبها وعملتي ويعني تحديتي نفسك تحدي رهيب عشان تطبقيها، فبتحكيها بكل تفاصيلها قبل وبكل تفاصيلها بعد، وبكل وجعها اللي ممكن يكون لسه شغال ولسه موجود، مم. وبكل حلولها اللي اتلاقت واللي لسه ما اتلاقتش. فهنا بصي الفرق انا بكلمك وانا بكلمك جسمي اشعر والله، انا فرق حاسه تقل. والله يا حبيبتي بص، يس وصل والله. لي اللي هو الواحد لما بيكون عايش معنى وبيوصله غير لما بيكون عارف المعنى. لا والله يا ياسو بتبقى نفس المعلومة، هي بس دي بتوصل وبتلاقيكي ممكن وانتي بتسمعي حد عينك تدمع وتتأثري وتقومي تعملي ده، او تشوفي انا احضر لها ازاي، اوصل لها ازاي، مفيش كتاب اقراه لها، مفيش سيشن اقدر احضرها معاها، وفي حد تسمعيه اول ما يبتدي يتكلم تقلبي الفيديو اه. ما تسمعيش حاجة. فعايشاها ولا عارفاها مثلا دي حاجة بتفرق كتير جدا. فاحنا بنتعلم معلومات كتير جدا، بس ايه المعلومة اللي بتخاطب اللي انا فيه واللي انا قادره اطلع بقى ماي اون برودكت، قصتي الملهمه، بالظبط. اللي من بالظبط. هنا هي دي الشباك اللي بدخل بيه للناس. كانوا دايما الناس لما بيقول لك لو عندك منتج او عايز تسوقه لازم تسوق الستوري بيهايند المنتج، يعني دور على القصه والمعنى مش المنتج في حد ذاته. فاحنا لما يجي حد مشترك في برنامج من الهموم احنا نقول له اتكلم عن قصتك. مش لازم القصه يبقى فيها فقد وفيها حزن شديد وبتاع، القصه الحاجه اللي مست قلبك زي ما انت قلتي، فاللي مس قلبك احنا هنساعدك ازاي تخلي المعنى ده يخرج بشكل مباشر. لان الناس كتير عندها معاني بس يا اما بتختار الطريقه الغلط لتوصيلها، يا اما الوقت الغلط او المكان الغلط او نموذج التعبير او طريقه التعبير الخاطئه. فدي من ضمن الحاجات اللي عايزين نساعد الناس فيها، انك احنا مؤمنين ان في ناس عندها معاني كتير عاشتها. وانا دايما من الناس حتى لما بدي كورس عن الصدمات او اي حاجه ليها علاقه بالوجع الشديد بقول انت مش هتخرج من الوجع بتاعك ده غير لما تعلم غيرك ازاي يخرج من الوجع حتى لو انت لسه جواه. اي انسان بيمر بوجع كأن ربنا سبحانه وتعالى خلاه يمر بالوجع ده مش عشان يفضل فيه ويتشل ويقعد جواه. ربنا بيخلينا احيانا نمر بالوجع عشان نعلم غيرنا اللي هيمر بنفس الوجع ده، فانا اكون جربته ودقته فدلوقتي هاخد بايد الشخص. فانا متاكده ان في قصص كتيره جدا جدا والناس عايزه تطلع تتكلم وعندها حاجه حلوه بس محتاجه الدعم عشان يقدر يوصل المعنى الحلو ده عشان يؤثر وهو كمان يحصل له هيلينج. مش ايوه. بس عشان يبقى يتشهر ويبقى ليه ناس وجمهور، هو كمان هيحس بالارتقاء وهيحس بالنمو وهيقدر يعدي من الحاجه اللي كانت فكره موقفاه. دي اتاري ما حصلت له لانه تتكلم عنها والناس حست بيها قوي. وعشان كده طريقة انت سامعة صوتي كويس يا ياسو؟ عشان صوتك قطع في الآخر كده. عشان سامعاك كده كويس. طريقة السرد القصصي ممكن يعني ان هي من ضمن الحاجات اللي احنا كان عليها مناقشة، يتم عرضها في الكورس في مراحل الكورس او لا، لان بتفرق كتير قوي ان انا ابقى عارفة ازاي اسرد واحكي عن قصتي، واحكيها امتى وبأنهي شكل وبأنهي طريقة، آه، و وازاي زي ما قلتي ان هو يبقى في براند ستوري للبراند، انا البراند، وان دي ازاي ليها تأثير في العمق على ان انا اكون شخص ملهم، عندي ورايا قصة ملهمة تقدر تغير وتفيد. فانا كده اقدر اعمل الحاجة اللي انا يعني اوصل للي انا عايزة اوصل له، مش بدرس وبستثمر في نفسي وبعمل باخد بكل الاسباب، بس لازال فقرة التأثير والإلهام تكاد تكون مش موجودة أساسا. ف
فيمكن هو ده اللي احنا مركزين عليه في كل تفاصيل البروجرام، وكل شوية عمالين نعدل ونظبط ونضيف ونشيل ونحط، علشان حاسة ان هو مش محتاج الفترة، انا محتاج نقعد سنين نعمل فيه من كتر ما هو يعني ملهم. هو اصلا فكرة الموضوع كله بالنسبة لي ملهمة، يعني ملهمة جدا يعني. الله المستعان. يلا بينا، ادينا في ايديكم، واحنا مستنيين الاشتراكات ان شاء الله. الناس اللي بتسجل في البرنامج، احنا عندنا البرنامج بنستقبل 200 مشترك فقط، ومن ال 200 مشترك دول هنبدا نمحص بقى كل مرحله والتانيه. هنعدي ب8 مراحل، كل مرحله هيبقى فيها مهاره بيتعلمها، بدءا من التاثير وله علاقه بالكلام وازاي تكريت براند. حتى الشخص اللي اوريدي عنده صفحه وعنده كلام بيقوله، احنا برضو ده هيبقى دعم زيادة للي هو محتاجه عشان يوصل لعدد أكبر من الناس، أو يبقى تأثيره يعني بأكثر فاعلية. 8 مراحل على 4 شهور بإذن الله. هنبدأ في مارس على طول. مستنيين اشتراكاتكم ودعمكم، ومتشوقة جدا جدا. ويا رب يا رب يا رب البرنامج ده، البروجرام بتاعنا، يبقى من أقوى البرامج. أنا شايفاه إن شاء الله بإذن الله هيبقى من أقوى البرامج في السنين اللي جاية إن شاء الله. شكرا جزيلا يا ياسو، وإن شاء الله يعني يبقى في كذا لايف الفترة اللي جاية، علشان أنا شخصيا اتسألت من ناس كتير قوي على التفاصيل. ف فعشان كده عملنا فكرة اللايف إن احنا نكرره أكتر من مرة لحد ما نوصل لمحطة الوصول الأولى في مارس إن شاء الله، 17 مارس صح؟ إن شاء الله كل جمعة يبقى في لايف بيرد على تساؤلاتكم. فدي كانت أحد التساؤلات اللي كانت الناس بتسأل عليها، ردينا عليها في اللايف ده. وإن شاء الله كل جمعة هيبقى فيه رد على ال frequently asked questions اللي بتتسأل في الفترات اللي ما بين كل لايف. اللايف ونراكم نراكم على خير بإذن الله كل جمعة لحد ما نتقابل في أول محطة إن شاء الله. ان شاء الله باذن الله. مستنيينكم. هتلاقوا الفلاير موجود في صفحتي وفي صفحه نهى باذن الله. اللي حابب يشترك واللي عايز رقم التليفون، هتلاقوا الفلاير موجود باذن الله عشان تشتركوا على طول. شكرا جزيلا يا ياسو، اشوفك يوم شكرا. الجمعة الجاية بقى على خير. باي باي. السلام عليكم. السلام عليكم.